زي ما طلبتوا مني إن أنا أعرّفكم مراحل تصنيع بندق، أنا هاقول لك دلوقتي الخلاصة بتاعته. أولًا الخشب اللي أنا استخدمته خشب السويد زي ما إحنا شايفين، الجسم ارتفاعه حوالي 20 سنتي، سمك 5 سنتي، الرجل 25 سنتي زي ما أنتم شايفين، وهنا الرجل لسه برضه باعملها بالنحت، يعني دي في مراحل إيه، البدايات والتصنيع. كذلك الرأس عملتها برضه على المخرطة. طيب أصعب حتة بقى إن أنا أخلّي دي تتحرك. أخلّي الإيد هنا تتحرّك، طَب أحلّها إزاي؟ أنت عارف التركاية جات إزاي؟ التركاية جات من الشكل ده، الشكل ده عبارة عن إن أنا باجيب مسمار سِن صاج وباجيب رُمّان بِلي زي ما إحنا شايفين كده والحمه باللحام. يمكن الوقت بتاعنا زاد شوية بس معلش استحملونا شوية عشان أدّيكم بقية التفاصيل. الشكل ده باثبّته هنا، طيب بعد ما باثبّته هنا باعمل خرم صغير في الشكل ده بحيث إن هو يدّيني الحركة الإيه، الليونة ديّة. طيب يبقى أنا باستخدم حاجات تانية زي الحديد، زي النحاس، واستخدمها واعشّقها كمان عشان يطلع الشكل بالانسيابية ديّة. وده كان اليوم الخامس من تحدي public speaking، وإن شاء الله بكرة هنشوف حاجة جديدة.